خلاص كلها 14 يوم وينطلق كأس العالم، البطولة المنتظرة لكل محبين كرة القدم في مستوى العالم. ونتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا المصري والمنتخبات العربية إن شاء الله. هخش معاك طبعا في الموضوع. في النادي الأهلي خلاص الأهلي بيبدأ خطة تصحيح المسار. في قرار جديد في النادي الأهلي، هو بالفعل بدأ في النادي الأهلي. الأهلي هيجهز لائحة بقيادة الكابتن سيد عبد الحفيظ لمنع تكرار ما حدث في الموسم الماضي، اللي هو اللي حصل، اللي هو هيكون كان في تفاوت في عقود اللعيبه في النادي الاهلي، ان في لاعب عقده كبير ولاعب عقده صغير. فما دلوقتي بقى في مساواه. يجي مثلا الاهلي، مثلا زي الاهلي طلع الموسم صفري مثلا. خلاص الاهلي طلع الموسم صفري، ما خدش فيه بطوله السوبر المصري في بدايه الموسم، والباقي الموسم خسر الدوري، خسر افريقيا، خسر كل حاجه. يجي اللاعب اللي بياخد فلوس قليله يبص اللاعب اللي بياخد فلوس كبيره. طب انا قال لك دلوقتي، طب انا خسرت كل حاجه، وبعدين ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ فالقصه دي بقت صداع في مجلس اداره النادي الاهلي بسبب تفاوت العقود بتاعت لعيبه النادي الاهلي، ان لاعب عقده كبير قوي ولاعب عقده قليل قوي. فدي بقت مشكله. فبدأ الكابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي بيعمل على حل هذه المشكلة. ويبقى طبعا مع يعني هيبقى في تحديد 25% في قيمة العقود للعيبة، ده في حالة تحقيق البطولات وفي حالة تحقيق الألقاب. يعني إن شاء الله لو الأهلي فاز يعني ببطولات واللعيبة جابت بطولات، هيبقى في 25% أو أكتر من 25%. دي مرتبطة بتحقيق الألقاب، بالإضافة طبعا لنسبة المشاركة وكده يعني. وسيتم فصل العقود الإعلانية عن قيمة العقد الأساسي. كانت العقود الإعلانية في العقد الأساسي هيتم فصلها. هيتم فصل العقود الإعلانية بالعقود الأساسية بتاعت لعيبة النادي الأهلي. أخش لك طبعا على حاجة مهمة أوي. وفي طبعا تصريح كان مهم أوي لزيزو، كان مع سيف زاهر من كام يوم. وزيزو قال لك ايه؟ قال لك سيف زاهر بيسأله بيقول له تفاوت تقول ليه على تفاوت العقود، ومش عارف ليه ان اللعيبه في الفريق بقت في تفاوت بين عقود اللعيبه، وهتعمل ايه لو في لاعب جه النادي الاهلي وبياخد اكتر منك؟ قال له انا مش هشغل بالي بصراحه، انا هركز مع نفسي، وده رضا، وده نصيب، وده رزق بتاع كل واحد. زيزو قال له كده. فطبعا تصريح كان مفاجئ النادي الاهلي. وانا بصراحه انت المفروض